Let's take a spaceship out in the sky, fly to the moon and take out those lights. Space running glide, riding into the night. 'Cause you're working so hard, but this is a cue. Just for tonight, I'll take it. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ بفيديو اليوم رح أعرض لكم روتيني المسائي. أول شي ببلش روتيني لما برجع من البيت، عادة بكون طالعة سواء مع رفقاتي أو مع أهلي حسب، بس بكون طالعة برجع على البيت بشلح جاكيتي كونه هلأ صاير كتير برد آخر فترة، بكره الشتاء anyway. بشلح جاكيت، بشلح من رجلي وبروح أكيد غسل إيدي لأنه أمراض وفيروسات منتشرة. المهم بعد هيك بروح بغير تيابي، فبطلع بجالتي من الخزانة وبغير التياب هيك مريحة لأنه بالنهاية أنا راجعة على البيت. وبعدين بقعد على التخت بالعادة على الموبايل شوي، بتسلى وبضيع شوية وقت، ولابد من زناخة إخواتي فبيحاولوا إنهم يضايقوني بأي طريقة ممكنة. لك الموبايل جبت ماما شو صار؟ هون أختي الكبيرة كان بدها يعني أعمل لها عصير، وبالأول ما قبلت، بس إنه مثل الشاطرة بالآخر بروح وبعمل لها عصير. عادة بيكون إندومي، ما بعرف ليش صايرة صحية. المهم هون عملت عصير البرتقان، أعطيتها إياه وكان لازم أحس شوي إنه عم تقدرني. بعد هيك بيجي لنا وقت الدراسة، وهذا أكتر جزء بكرهه من اليوم، بس كونه نحن هلأ طلعنا أونلاين فإنه لازم أدرس كتير، يعني أكتر من لما كنا نداوم بالمدرسة على الأقل كنا نعمل شي. هلأ بالأونلاين عم مضي نايمة طول الوقت بالحصص، فلما بكون فايقة لازم إنه على الأقل أعوض شوي عن اللي عم روحه عن حالي بالحصص. بقعد بدرس بكتب. هون كان لنا فيديو بعت لنا إياه أستاذ الأحياء نحضره. горната част на дроба локомус, като десният пулмосинистра. وبس لخلص دراسة بضبط كل شي، كتب واللابتوب وهيك. بعد هيك بيجي عنا وقت المونتاج. وقت المونتاج أنا بقعد بشوف في عندي فيديوهات لازم منتجها، أحيانا صور، حسب يعني بيختلف الموضوع من اليوم وشو مصورة وهيك. وبعد ما خلص مونتاج وشغل بحكي مع حدا من رفقاتي، عادة بتكون جودي أو نادين. هون كنت عم بحكي مع جودي وكنا فرطانين ضحك حرفيا كالعادة، مش جديد. بعد هيك بيجي وقت العشاء. هون كنا طالبين بيتزا وكنت كتير مبسوطة لأنه في أطيب من الدومينوز بيتزا أكيد لا، فطلبنا أنا وأهلي بيتزا وقعدنا ناكل، وكنت كتير مبسوطة لأنه ما دايما نطلب بيتزا أكيد، بس هون يعني اليوم كان يوم سبيشل. بس لخلص بقعد بلعب ببجي. في واحد قدامي، لا ما تقتلني ما معي ولا سلاح. هون كنت عم بلعب أنا وجودي وكانت رح تموت. لا لسه ما متت بقى شوي. وينه؟ قتلتيه دمك كفو يا بس أنا كفو. بس صدقينك يطلع لي حدا عم يقتلني. وين اجيكي؟ وأساساً بس لرحت لها البنت يعني كانت خلص قاتلة البني آدم اللي عندها وما كان في مني أي فايدة، بس إنه ما بعرف ليش رحت anyways. وبعد هيك واللي هو تقريباً بالنهاية بيجي وقت إني أعتني ببشرتي، لأنه بعد يوم طويل ومرهق وبكون كل نهار حاطة ميك اب، يعني إجباري إني أشيله أكيد لحتى ريح بشرتي شوي. بشيل الميك اب. شوفوا كمية الوسخ اللي بيطلع، حسبي الله، ما بعرف ليش بحط هيك أشياء على وشي أنا. المهم بعد هيك بمسح بشرتي بماء ورد، لأنه هذا جزء كتير مهم من روتيني لعنايتي ببشرتي كل يوم. بعدين بفرشي أسناني،
وبس لخلص تفريش في عندي هذا الكلنزر اللي هو مثل بنظف البشرة زيادة يعني، وبيشيل بقايا الميك اب ويعني بنظف البشرة وبطهرها بشكل عام. كتير بحبه لأنه هيك فومي ورغوة يعني. بس لخلص آخر شي بتمضمض بشوية ليسترين، وفعليا هيك بخلص من أسناني. بعدين بيجي عنا أهم شيء واللي هو إني أحط مرطب شفايفي. اللي بيعرفني بيعرف إنه أنا شفايفي كتير بيشبه. بعد هيك بحط هذا السيرم للبشرة، فيه كتير فيتامينات لحتى يحافظ على البشرة إنها تضلها صحية، كتير بحبه. بس لخلص من وجهي بحط شوية زيت جونسون على إيدي، وعندي هذا الشي هو مثل ما أعرف بالضبط شو اسمه، بس مثل كريم تقريبا فينا نقول بنحط على المنطقة اللي حوالين الأظافر. وآخر شي بعبي أنينة مي حتى جنب تختي، لأنه كثير أحيانا بفيق بالليل بشرب مي. وبشيل كل شي مخدات ما له داعي عندي على التخت، وبجهز حالي. وبس يعني أكيد ما بنام فوراً، بقعد شوي على الموبايل، وبهذا الوقت بالعادة بقعد برد على كومنتاتكم أو مسجاتكم أو حتى بشوف التصاميم اللي مصممين لي إياها. وهون بكون أكتر شي مبسوطة، لأنه أني شوف دعمكم كل يوم هذا الشي لحاله بيعطيني طاقة إيجابية. وبس لا أنعس وأفرط على الآخر بنزل تحت الحرام الدافي وبحط راسي وبنام. وبس هيك بيخلص يومي. تصبح على خير. والله بزتها لك، أنا محترمة رح زت على التصوير.